السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالتي الثانية، رسالتي الأولانية كان في شهر 8 للمستشار مرتضى منصور لما تجاوز في حقي وبعت لي رسائل ما ينفعش تتبعت على الموبايل. بعت لي رسائل تاني نفس الكلام ونفس التجاوزات على الموبايل امبارح والنهارده. ليه؟ من ضمن الرسائل بيقول لي خلي ممدوح عباس ينفعك وي. ليه يا عم؟ والله العظيم ولا قابلت ممدوح عباس ولا كلمت ممدوح عباس خالص. الراجل عمل حاجه كويسه للنادي، اعتذرت له عشان كنت غلطان في حقه وشكرته على عمله للنادي. واي حد يعمل حاجه نادي هنشكره زي ما كنا بنشكرك لما بتعمل حاجات للنادي. دلوقتي بتعمل للنادي بتخرب النادي، فنشكرك ليه؟ ولا عايزين اصلا نشوفك ولا عايزك ترجع النادي ولا عايزينك تبقى على الساحه ولا تتكلم بلسان الزملكاويه اصلا. الموضوع انتهى. شكرنا عمرو اديب النهارده طبعا لازم نشكره جامد كمان يعني. شكرنا احمد موسى الاهلاوي شكرناه، شكرنا ابراهيم فايق شكرناه. اي حد كباتن النادي التاريخيين لما وقفوا قدام النادي ضد النادي دلوقتي خلاص شكرا مع السلامه. التاريخ هيمحيهم، الجمهور هيمحيهم كلهم زي ما محاك من النهارده. انت اتمحيت بالنسبه لجمهور نادي الزمالك حتى لو عملت لبن عصفور، وانت عارف ما بخافش من حد ولا منك ولا من غيرك خالص. في شهر 8 قلت لك الكلام ده، عدى عليه سنه والنهارده بقول لك نفس الكلام. اللي مع ربنا ما بيخافش. انا ما حدش كسر عيني الحمد لله، راسي مرفوعه على طول مع الكيان في اي حاجه. انت يا جدع ما انتقدنا مجلس الاداره 50 مره من تصرفاته. ايه المشكله؟ ورجعوا دلوقتي بيعدوا عن النادي وبيعدوا عن فريق الكوره، فريق الكوره ماشي. يجي لنا الكابتن التاريخي يقول لك احمد حمدي والجزيري. يا عم اقعد، يا عم اقعد، دعم الناس. ده وقت دعم، في وقت انتقد، كنت بنتقد انا كمان بس مش وقته. ويطلع لنا واحد يقول لك المركز الثاني وازاي يلعبوا ازاي. ايه يا عم؟ في ايه بجد؟ كباتن النادي ايه بس وكباتن التاريخيين ايه وبتاع ايه بس يعني؟ كلكم ليكم اهداف وليكم مصلحه بس هي دي اللي بتحكمكم. طب بالنسبه للنادي ولا يفرق معاكم النادي في حاجه. فسياده المستشار دي اخر رساله اوجهها لك، بلاش تجاوز في حق اسامه حسن. اسامه حسن بيخافش من حد وانت عارف ومتاكد، وانت عارف انا في شبرا ايه. مش انت اللي في شبرا، انت عارف انا في شبرا انا ايه. ما تخافش من حد خالص، احتراما ليك ولولادك ولاصحابي واحتراما لسنك. اخر مره هقولها لك، اخر مره هقولها لك، اوعى تفكر في يوم من الايام تبعت لي تجاوزات تاني او تتكلم كده بالشكل ده. انا بحترم الكبير وعلى راسي، وده تربيتنا في شبرا في الحواري. من النهارده مفيش احترام بقى خلاص. اي حاجه هتعملها هتلاقي رد فعل غير عادي مني. اديني قلت لك عاش الزمالك بس مش انتوا. المستشار مرتضى منصور الفجر، صلاه الفجر كده وطلعت لقيت رساله جايه لي منه. مش هقول طبعا مضمون الرساله ان عيب يتقال مضمون الرساله، بس انا برضه هوصلك برضه نفس الرساله يعني. حضرتك اللي عندك اعمله بس بالاثبات بقى، سيبك من رامي الورق بقى وفاكر معرفش ايه. سيبك من الكلام ده، انتهى خلاص في العصر بتاعنا ده انتهى. طلع بالاثبات. ما بحبش الرغي زي اللجنه الالكترونيه يقول لك ايه يا حرام من الموبايلات. مين اللي سرقته؟ ما نعرفش. ما تطلعوا لي مين اللي سرقته يا جماعه؟ ما نعرفش. كدابين. فالحاجات دي بتهزيني الشعب من الاخر يعني. اللي عندك اعمله. بس حابب افكر في حضرتك حاجه يعني. انا اشتغلت معاك واشتغلت مع المجلس ده. حضرتك بتقول انك سايب 300 مليون او 400 مليون او 500 مليون في النادي. الكلام طبعا ده مش صحيح طبعا يعني. حضرتك لو انت كنت سايب كده، طب انت ليه ما اديتناش 6 شهور بتوعنا احنا شغالين معاك؟ ما قبضناش ليه؟ حضرتك لو بتقول كده ما فكتش القيد ليه؟ حضرتك ما قلتش كده. حضرتك لو انت كان معاك الفلوس دي ما طلعتش فكيت القيد ليه؟ وصرفت مرتبات العمال مرتبات المدربين في جميع الالعاب بما فيهم احنا الناشئين. ما فكتش ليه؟ ما عملتش ليه؟ طب فلوس امام عاشور لما جت ما خدناش احنا فلوس ليه الثلاث اربع شهور ولا 6 شهور؟ مش فاكر يعني قد ايه يعني. وحضرتك عمال تقول انا عملت. هو سبب الدمار الشامل اللي احنا فيه ده من مين؟ مين المجلس القديم؟ يا جدع ده في النادي الاهلي رايه بتسلم رايه. كابتن محمود طاهر ابن الله يرحمه، شفنا اعضاء مجلس الاداره كلهم. كابتن خطيب جه مسك ولا لك في شكوى ولا حاجه. بيعمل اي مناسبه بيعزم كل القدامى، واخر حاجه لسه جايب اهو جاب كابتن مختار. يعني ناس محترمه، ناس بتحب النادي بتاعها من بره او من جوه. حضرتك انت المفروض مطلوب مني اعمل معاك ايه؟ انا بره نادي الزمالك وبدعم مجلس ده. انا بره النادي مش هخش نادي ولا عايز اشتغل في النادي. الحمد لله شغال في النادي حاجه كويسه يعني. مش محتاج النادي، انا محتاج ادعم النادي بس واساند النادي. ده دوري دلوقتي. واقف جنبه. وقال لي بتشتم في الاخر، قال لي بتشتم من الجماهير وبتشتم من اللجنه الالكترونيه والكلام ده كله عشان مدعم النادي ومدعم الاداره. ده دورنا. انت حضرتك لما مشيت من النادي ايه اللي حصل؟ ديون متلتله، صفقات نصها مضروب ما لعبش ماتشين على بعض بمليون دولار و2 مليون دولار. ازمه القيد ما اتحلتش في عهدك ولا بعديك. كل شويه وقف قيد للعيبه على المحاره حضرتك جايبها.
فانت حضرتك المفروض كنت تقوم بالدور ده وانت بره النادي، نعرف انك زملكاوي بجد ولا مش زملكاوي، نعرف انك فعلا بتدعم النادي وتدعم الاداره الموجوده حاليا اللي كسبت بانتخابات شريفه، انتخابات شريفه ونجحوا. احنا في بلد محترمه وانتخابات شريفه نجحوا، المفروض انت اول واحد تدعمهم واول واحد تتكلم على فك القيد والكلام ده كله، تبقى داعم ليهم. يعني مش تطلع تقول لي تبعت لي الرساله مش بعت، انا مش بتاع رسالات، انا يا نجم انا ما بخافش من حد الحمد لله. انت ما تقدرش، انت واي حد ما حدش يكسر عيني الحمد لله. سيبك بقى تطلع تقول لي الورق وشفت ما اعرفش البت مين ولا اي كلام ما بيخشش دماغي، يعني الكلام ده كله ما بيخشش دماغي. انا دعمت حضرتك وانت في النادي، انا ماليش صوره ليك خالص في النادي. انا لما كنت بطلع مكتبك ما طلعتش غير مرتين او ثلاثه، يعني عشان كان في اجتماعات وانا كنت ماسك مدير فني قطاع البراعم. انا الوحيد اللي مرتبي ما زادش في عهدك في السنين اللي اشتغلتها معاك، عشان ما بطلعش فوق زي الناس التانيه. انا الوحيد اللي ما تعمليش عقد في القناه، كل النادي اتعمل له عقد عشان ما اطلعلكش فوق ولا هطلع لك. يعني حتى استاذ امير مرتضى، اقول لك بقى على السر امر اقوله، انا كنت بقعد معاه كتير والله العظيم، ودي لجمهور نادي الزمالك ودي شهاده للتاريخ. امير مرتضى ده يا جماعه كان من اذكى الناس في الاداره، وكان النادي كان يروح معاه في حته كويسه خالص لولا التدخلات بتاعه سياده المستشار. والله امير مرتضى كان بيعامل كل واحد على قد حجمه يعني في النادي، ان في ناس في النادي متزملكه مش زملكاويه ولا بيشتغلوا حاجه. امير كان بيديهم بصراحه، مش عايزين يتعبوا عايزين يقبضوا بس، امير كان بيديهم على دماغهم يعني عشان يشتغلوا، وده كان المطلوب في الفتره دي. كان المطلوب الناس تشتغل، ما بيشتغلوش حاجه ولا بيطوروا من مخهم ولا بيطوروا من نفسهم. فبلاش انا بعد اذنك بلاش انا اما تبعت لي عشان بدعم الاداره. طب ما لازم ادعم الاداره، انت حضرتك انت مالك من الكلام ده؟ بدعم الاداره انا حر. ويا رب ما يجيب الايام القديمه والمجلس القديم طبعا، وبلاك للمره الثانيه اهو. يا رب يا رب يا رب ما نشوف الايام بتاعت حضرتك في النادي تاني. ايه المشكله يعني؟ ايام بقى يعلم بها لربنا، مش عايزينها خالص تاني ترجع الناس دي. يعني يعني في بعض الملفات ضحكوا علينا فيها، بس انا بالنسبه لي ارحم. وان شاء الله قبل كده هيفوقونا، لان ما ينفعش ما نفوقش قبل كده هنضيع نروح في داهيه. وما ينفعش زيزو يمد عقده ويطلع عاره. ما ينفعش زيزو يمد عقده ويطلع عاره. وعندك كارتريون وعندك ميكالي، هات لك واحد من الاثنين مع المدربين الفاشلين الموجودين دول مشيهم. لو جه مدربين، ما هو جه فيريرا ما كانش معاه فرقه وهو في قيد برضه يا مرتضى نفس الكلام، وخدنا البطوله. بيعرف يوظف اللعيبه كويس، بيعرف يختار لعيبه الناشئين كويس، بيعرف امكانيات لعيبته، بيعرف يغير امتى. مش عندنا الناس اللي معانا دولت شكر الله سعيك غفر الله ذنبك، شد حيلك شد على الله، مفيش حاجه خالص. ويعرفوا يغيروا، ويعرفوا يديروا مباراه، ويعرفوا يقروا مباراه. ما يعرفوش مباراه الكاس من الدوري، ما اعرفش لما اجيب جون امن في الكاس واطلع ماتش امن، ومفيش ما يعرفوش حاجه خالص. خد الكاس كلها في الدنيا كده، اخطف وامن بس، ما تعملش اكتر من كده. مفيش عوده يا عم الحاج، مفيش عوده. لازم فعلا تتغلب وربنا يعني. المهم اخر رساله لسياده المستشار مرتضى منصور، اللي عندك اعمله، اللي عندك اعمله بس بالاثبات مش بالصوت. سلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده، وبسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اسامه حسن مسك مرتضى منصور غسيل ومكوى. طبعا على كلام اسامه حسن بيقول لك انا صليت الفجر النهارده وجات له رساله من المستشار مرتضى منصور، طبعا فيما معناها ان هو بيهدده او بيتكلم معاه. هو ما اتكلمش وما وضحش، وقال له اللي عندك اعمله، لو انت ماسك عليا حاجه اظهرها للناس. الحمد لله. تيجي تقولوا لي بقى معرفش ايه بتاع ساعات بتاع موبايلات، اللي عنده حاجه يطلعها، واللي عنده دليل واثبات يطلعه ويثبته للناس ان فعلا اسامه حسن خد او سرق. الحمد لله. انا لا كنت بطلع لك المكتب ولا كنت بعرض ليك، لا خدتوني القناه ولا زودتوني في المرتب بتاعي ولا عملتوا في حاجه. طبعا اسامه حسن بيتكلم وبيفتح كل الحوارات دي كلها ان مرتضى منصور كان سبب اساسي من خراب نادي الزمالك في بعض الصفقات اللي جابها وبعض الازمات اللي كانت موجوده داخل نادي الزمالك. كان السبب الاساسي فيها كان هو مرتضى منصور وادارته الخايبه اللي كنا بنسمع عنها كل يوم والتاني طبعا، وشتمته وقله ادبه على قناه نادي الزمالك اللي كان واخدها مونه واجره ليل ونهار ومسخرها ليه ولاولاده علشان يقعد يشتم في خلق الله شمال ويمين، واللي ما يجيش معاه سكه زي ما بنقول بالبلدي يطلعه على المسرح.
وهو ده مرتضى منصور. مرتضى منصور انا ما اعرفش، يعني انت ديك عين تتكلم بعد كل الاخفاقات اللي عملتها في نادي الزمالك. احنا شفنا نادي الزمالك بينهار دلوقتي برغم المساعدات من اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه واتحاد الكوره لنادي الزمالك. كل شويه وقف قيد، كل شويه لعيب يطلع معرفش ايه. انت جبت خربت النادي وعملت في النادي اللي لو واحد عايز يخرب مكان عمره ما هيعمل اللي انت عملته. اسامه حسن في كلام كتير بيتكلم فيه، هو كلامه مظبوط، انا ما اعرفش يعني، بس اللي احنا نعرفه واي واحد في الشارع المصري وبيفهم كوره، او لو واحد ما بيفهمش كوره وقلت له مرتضى منصور عمل ايه في نادي الزمالك هيقول لك خرب نادي الزمالك. المشكله في نادي الزمالك يا جماعه، المشكله في مجالس الادارات اللي جت ورا بعض اللي خربت النادي. كل واحد كان بيتكلم علشان مصلحته، كل واحد عايز يثبت نفسه، كل واحد خايف على الكرسي بتاعه. وجمله قالها اسامه حسن حلوه قوي وجميله لما قال شوف تعاقب الادارات في النادي الاهلي بتمشي ازاي. في جيل بيسلم جيل، الناس الحمد لله من الكابتن حسن حمدي لاستاذ طاهر للكابتن الخطيب، كل الناس دي الحمد لله ماشيه بما يرضي الله، بتتكلم على الصالح العام. هو لما اتكلم على محمود طاهر في العزاء بتاع ابنه الله يرحمه قال لك كل الناس كلها راحت، كل الناس راحت، حتى مرتضى منصور نفسه راح. في ناس بتحترم نفسها، في ناس بتعمل تاريخ لنفسها، في ناس ما بتحبش عشق الحديده. انت يا راجل كنت ماسك المايك ليل ونهار كانك طالع مسرح، شاويش مسرح طالع ليل ونهار عمال يشرتح في خلق الله. يا عم ارحم نفسك شويه. احنا ما نعرفش بقى مرتضى منصور هيمسك اسامه حسن، طبعا هيعمل له فيديو ويقعدوا ليل ونهار يشيل ويحطوا على بعض. يا عم خليكم في نادي الزمالك، نادي الزمالك بينهار يا جماعه، نادي الزمالك فيه مشكله لازم الكل يقف معاها ولازم الكل يساند. نادي الزمالك النهارده بيتغلب من طلائع الجيش في الدوري، طلائع الجيش النهارده بتخرج الزمالك من الكاس. انت ما عندكش صفقات، ما فيش صفقات. اتقوا الله في نادي الزمالك وبلاش المصالح العامه والمصالح الشخصيه اللي احنا شايفينها دي. حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك. يعني اسال اي واحد اهلاوي او اي حد من جمهور النادي الاهلي هيقول لك حرام اللي بيحصل في نادي الزمالك. الزمالك ما يستحقش كده يا جماعه.